أنا بس عايزة تفرّقي بين حاجتين، ما بين إن هو عنده عقدة نقص وإنه مش راضي عن عيشته. اللي مش راضي عن عيشته هو اللي دايمًا بيبُص للعيشة اللي عايشها ناس تانيين، أو شايف إن حاله مش عاجبه. لكن اللي عنده عقدة نقص اللي بيحاول يفرض السيطرة بدون مكان ليها، بيحاول يزعّق لمّا يكون مش محتاج يزعّق، يتعامل مع الناس بتعالي وهو مش محتاج يعمل ده. فخلّينا نقول إن هو في جزء من مشكلته حقيقي إحساسه بالنقص. فأنتِ بتقولي لي أتعامل معاه إزاي؟ أولًا اللي عنده إحساس بالنقص مبدئيًا أنا ما أعرفش الcharacter بتاع جوزِك إيه، يقبل بمساعدة نفسية والّا لأ، بس أنا هاقول لِك الجزء اللي أنتِ لازم تعمليه. أهم حاجة إنه يحس إنِّك شايفاه أحسن واحد في الدنيا. لإن مهمًا الراجل بقى حاسس إنه له قيمة، لمّا بتكون في عينين مراته بتبقى قيمة أكبر. خلّي قدّام ولاده دايمًا له احترامه. بتقولي إنِّك أوقات بتتدخّلي مكانه، إنِّك خايفة إن هو يعمل action فيه عصبية زيادة، بالبلدي يتمنظر على حد على الفاضي، بناقص، سيبيه يتمنظر. لإن أكيد هييجي حالات هيحس إنه أُحرج من الوضع ده. واضح إن جوزِك إنسان كويس، فما تقوليليش لا منّه ولا كفاية شرّه، لإن هو جوزِك مش عبارة بس عن زوج ممكن يحس بنقص في حاجة أو يتكلّم بطريقة مش عاجباكِ. الزوج ده عيشة، فالاستهانة بإن لا منّه ولا كفاية شرّه أنا رافضاها. لإن الحقيقة الزوج والعِشرة لهم قيمة كبيرة أوي. هل معقول ما بتعرفيش تتكلّمي معاه؟ ما أعتقدش. هل معقول ما شُفتيش ساعات حلوة معاه؟ ما أعتقدش. وأعتقد كمان إن الساعات اللي جاية هتبقى أحلى كتير. هو ليه عنده نقص؟ وارد أوي إنه وهو صغير كان يتقال له وده إحنا بنعمله مع أولادنا وده غلط. أنت ليه ما طلعتش الأول؟ هو اللي طلع الأول ده عنده إيد والّا رجل زيادة؟ ناقصك إيه عشان ما تطلعش الأول؟ على فكرة هو ما طلعش الأول مش علشان ناقصه حاجة، هو علشان ما ينفعش العالم كله يطلع الأول. ما فيش حاجة اسمها إحنا كلنا الأوائل وعيالنا يبقوا كلهم الأوائل. يكفي إنه يكون مش فاشل. لكن إحنا بنصر دايمًا نصل للكمال. بيلعب رياضة، شايف زميلك بيلعب أحسن منك إزاي، شايف أنت عامل إزاي، يحس بالنقص. وزنك زايد، بقى بالذمة ده منظر؟ أي واحدة تبُص عليك وأنت كده. كل الكلام ده لمّا بنقوله لولادنا وبالذات طبعًا أكيد البنات برضه، بس مع الراجل اللي لازم نطلّعه راجل، وراجل دي يعني واثق من نَفْسه. الست بتتكسف، المفروض الراجل لأ، وده ما لوش دعوة بالحياء أو بالخجل عمومًا. الست ممكن تتحرج من أي كلمة، الراجل لأ.